السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم مستر احمد علي. طبعا زي ما وعدتكم ان احنا بنعمل اي حاجه جديده اللي محدش عملها خالص، تمام؟ فان شاء الله النهارده بدايه تصوير اول محاضره فعليه في ماده الفرنساوي من الصفر خالص. دكتور محمد هيشرح معاكم من تحت الصفر خالص. طبعا زي ما انتم عارفين البدايه خلاص قربت تظهر، وان شاء الله يعني تكون حاجه موفقه للجميع وتكون نتيجه ايجابيه لكل الناس، وان شاء الله كل الناس تلحق كليه بالتنسيق ومحدش يلجا للمعادله. بس برضه احنا عارفين ان المعادله بتخلي الواحد يمسك العصا من النص. وبالتوفيق. اتفضل يا باشا. عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الصف الثالث الثانوي تجاري، إن شاء الله رب العالمين بتوصية من مستر أحمد علي وصى عليكم جدا إن إحنا عايزين اللغة الفرنسية تتظبط من الصفر. فطبعا بناء على الكلام ده أنا أقدر أقول لكم حاجة، إن أنت عشان تظبطي اللغة الفرنسية في الوقت القليل بتاع المعادلة نقدر نمشي بالخطوات دهيت. دي بس فكرة إزاي هنظبط، وان شاء الله التطور بيجي واحده واحده مع بعض ان شاء الله. يعني نبص كده على الفراز، حاجه اسمها لا فراز اون فرونسي، ازاي الجمله في اللغه الفرنسيه. فانت بتيجي عشان تقدر تظبط الاسئله بتاعتك بتكون الجمله من سوجي اللي هو الفاعل، والفيرب اللي هو الفعل، وحاجه اسمها الكومبليمون المفعول. دي كده عناصر الجمله عندك. فانا اعمل ايه؟ بتبدا تخش على الجرامير اللي هو موجود عندك في المنهج، وتخش على الارتيكل اللي هي الاداه، وتخش على الادجكتيف اللي هي الصفات. دي الحاجه اللي انا ممكن اشتغل عليها معاكم كبدايه. يعني مثلا انت عندك نوعين من الارتيكل ممكن نظبطها النهارده في وقت بسيط جدا. يعني مثلا عندك الارتيكل ديفيني اللي هي ادوات المعرفه، امتى استعملها وامتى ما استعملهاش، ما هي اللخبطه بتيجي هنا. وعندك كمان حاجه اسمها ارتيكل اند ديفيني اللي هي ادوات النكره. تعال شوف المعرفه النطق برضه هيبقى مهم معايا بس تدريجي. يعني مثلا نو لا لي، نو لا لي اللي هي ادوات المعرفه. امتى هنستعملها؟ هقول لك دلوقتي. عندك برضه ادوات النكره اللي هي ان دي. بالنسبه للمعرفه اللو بتيجي للمذكر، المفرد المذكر، واللا بتيجي للمفرد المؤنث، واللي بتيجي للجمع بنوعين. الإلا والأسرف دي بقى بتيجي للمفرد البادئ بحرف متحرك، اللي هو من خلال بقى المحاضرات بتاعتنا هنمسك بقى الحروف نطق ونعرف المتحرك والكونسون من الساكن ونشتغل عليه. قال لك إن النكرة بتيجي للكلمة الغير معرفة، أداة النكرة للكلمة الغير معرفة باللغة العربية. يعني مثلا بقول إيه؟ أنا معايا قلم، وأنا قلت معايا قلم ولا معايا قلم؟ قلت معايا قلم. لازم تبقى برضه عندك خلفيه عن اللغه العربيه، ان انا قلت قلم، ففي الحاله دي احط اداه الايه؟ اداه النكره اللي هي لو انا بقول مثلا معايا استيكه، انا بقول استيكه، فتحط اداه النكره اللي هي ان. هتطبق دلوقتي. لو انا بقول معايا كتب، هتحط اداه النكره بتاعت كده. انما لو انا جيت قلت مثلا هذا قلم احمد، يبقى انت في الحاله دي عرفت القلم ده ان هو قلم فلان، ففي الحاله دي تحط معرفه. افهم وما تحفظش. ماشي كده؟ يعني مثلا احنا قلنا اهو، انا هنا بقول ايه؟ انا معايا، على فكره ده فيرب اسمه فيرب افوار، تحفظوه صم. فيرب افوار بيدل على الملكيه. كده انا املك. انا املك ايه؟ كاييه، كراس. انتوا بتقولوا كراسه، ماشي، بس هي اسمها كراس. انا املك كراسه. فتيجي تقوم هي نكره، نكره مش معرفه، تحط ايه؟ تقول جي ان كاييه، جان كاييه، جي ان كاييه. تعالى شوف هنا، انا معايا شنطه، مالكش دعوه بالعربي، هي صك مذكر، فبحط لها هنا جي ان صك، جي ان صك، جي ان صك، عشان ما بقولش معايا شنطه فلان. يعني الكلمه اصلا نكره. مثلا دي جمله يعني استيكه، انت بتقول معايا استيكه، يعني الكلمه اصلا نكره اهو، ان جمله، عشان استيكه ايه؟ فيمينا، مؤنث. طب انت بتقول معايا كتب، بص كده في الاخر. يبقى عندنا في اللغه الفرنسيه يا جماعه في التاسيس بقى هنبص على الاخر دايما هنا وهنا. اس يبقى جمع، يبقى اقول جي دي ليفر، معايا كتب. شوف بقى المثال اللي تحت ده، انا انها تكون انه او انها، السي معناها انه او انها تكون كراسه جون. انا كده عملت كده معرف ان دي كراسه ولد اسمه جون. في الحاله دي مش هتحط النكره بقى، هتقول سي لوكاي دي جون، سي لوكاي دي جون، انها كراسه جون.
ماشي يا جماعه؟ طب انا لو جيت هنا قلت 600 انهم يكونوا، دي مهمه جدا عشان السي هنا ثابته والصون ده فيرب يكون. الافعال طبعا لها واقفه معايا زي ما انا قلت لكم في اول المحاضره. فيرب سوجي نتكلم بالتفصيل، الفيرب هنتكلم بالتفصيل، المفعول اللي هو الاسم بقى ماشي كده، الجرامر كله هنشتغل بالتفصيل، الادوات اللي انا شغال في جزء منها، مش كل الادوات دي على فكره. تعالى كده انا بقول 600 انهم يكونوا كتب جون، انا كده قلت كتب مين؟ ولد معين، يبقى كده الكلمه معرفه يا حبيبي، فتقوم حاطط بقى هنا اداه المعرفه. سي دي ليفر دو جون 600 باردون 600 ليفر دي جون انها كتب جون. اما الكلمه لما بتبقى كده غير معرفه فبنحط هنا النكره، يبقى هترجع برضه للغه العربيه ان انا بقول الكلمه غير معرفه. انا كده بس يا اولاد بعمل ملخص، مطلوب مني ملخص بسيط للشغل اللي احنا هنعمله، واتمنى منكم التوفيق ان شاء الله في ما هو قادم، وركزوا ان شاء الله مع مستر احمد علي وان شاء الله يعمل معاكم شغل كويس جدا. بالتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.